طلعت معه جوها مهوب زيني، ثقال الدم واستنقاص حق الجليسي، مع سماجة الفاظ تسبب طنيني على طبلة الأذن بخرم وتدبيسي. قال عمر: فحسب المرء من العي أن يؤذي جليسه. قال الشعبي في قوم ذكرهم: ما رأيت مثلهم أشد تنابذا في مجلس ولا أحسن فهما من محدث. قال الأحنف: لو جلس إلي 100 لأحببت أن ألتمس رضا كل واحد منهم. قال ابن عباس: أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي، أما والله إن الذباب يقع عليه فيشق علي. قال سعيد بن العاص: لجليسي علي 3 خصال: إذا دنا رحبت به، وإذا جلس وسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه. قال عمرو: لا أمل جليسي ما فهم عني، وإنما الملال لدناءة الرجال. قال الفاروق: إن مما يصفي وداد أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس.